حسام حسن حدوته مصريه يا جماعه، لازم تدرس شخصيه حسام حسن. حسام حسن صاحب الفرحه، صاحب البهجه، هو اللي خلى لينا شكل في كاس العالم اللي لعبنا 4 مباريات قمه في المتعه والاثاره. حسام حسن يثبت لك ان لكل مجتهد النصيب. حسام حسن اللي اخترع لنا اختراع زيكو. حسام حسن اللي مصر جابت 6 اهداف في 4 مباريات، اللي طول تاريخها في كاس العالم ما جابتش الا 7 اهداف. حسام حسن اللي حط ثقته في زيكو وثقته في مصطفى شوبير. حسام حسن اللي عمل من الفشيخ سربات بيكتب التاريخ وبيدخل التاريخ من اوسع ابوابه. اول انتصار لمصر في الادوار الاقصائيه في كاس العالم. حسام حسن اللي صعد لدور ال 16 من كاس عالم في بدايته دور ال 32 في خروج المغلوب. حسام حسن اللي مهما نقول ومهما نعيد، حسام حسن النهارده بيدينا باور وبيدينا طاقه وبحسسك بالتاريخ القديم بتاع منتخب مصر، ان مصر اول ناس لعبت او اول فريق عربي وافريقي لعب في كاس العالم عام 1934. حسام حسن اللي عرف يوظف محمد صلاح على حسب سنه وفي مكان غير مكانه. حسام حسن عمل كل حاجه حلوه، بيموت في مصر، بيحب تراب مصر. لازم ندي الثناء والشكر للكابتن حسام حسن ولاعيبه مصر النهارده، اللي كل لعيب باسمه، كل لعيب بذل كل اللي بجهده، ما بخلش بنقطه عرق على منتخب مصر. والمثير للضحك محمد هاني اللي ما تعرفش تقول عليه VIP وباك يمين، احسن باك يمين في مصر، ولا تقول عليه احرز هدفين في مصر عكسيين. رغم كده والاشاده بحسام حسن ان مصر دخل فيها اهداف من ضمنهم هدفين عكسيين غصب عنه، لكن الاشاده كمان بالروح النفسيه والمعنويه لعيبه مصر، وخصوصا وهي بتلعب ركلات الجزاء. شفنا ثبات انفعالي بالنسبه لكل اللعيبه، وتحس اللعيبه كانت متدربه على ركلات الجزاء. كل الشكر لحسام حسن اللي راهن على محمود صابر يلعب اول ركله جزاء في مباراه في الدور ال 16 امام سويسرا. حسام حسن خلى مصر كلها سعيده، بسط الشعب المصري، كل الاجواء في مصر حلوه، المود بتاعنا حلو. شكرا للعميد، مالكش دعوه بالمغرضين يا عميد. العميد النهارده بيقدم كل اوراق اعتماده للشعب المصري وبيحقق لنا بطوله فنيا ومعنويا بيأدي فيها باداء عالي. ومش حسام حسن الهجام، ده حسام حسن اللي بيلعب بفكر تكتيكي. الف مبروك للمنتخب المصري. ودلوقتي الشعب المصري مبسوم ما بين الفرحه وبين انه هيقابل ميسي هيعمل ايه، لكن ولا 100 ميسي